السلام عليكم. يعني الحمد لله الحمد لله، من أكتر من 15 سنة أخذت على عاتقي زي ما بيقولوا يعني موضوع البولونيا ده، إضافة شجرة جديدة مش لمصر والدول العربية كلها. وربنا كرمني لوحدي للأسف، استعنت بكل حاجة في هذا المجال ومحدش راضي يساعدني ومحدش راضي يقف جنبي ومحدش راضي يصرف معايا. صرفت واشتغلت واتبهدلت واتهاجمت. مش هتعرف تعمل الشكل، عملناه. مش هتعرف تزرع، زرعنا. مش هتعرف تعمل برامج الري والتسميد. مش هتعرف تعمل كل حاجة. كل ما اعمل خطوة مش هتعرف تعمل اللي بعدها. كل ما اعمل خطوة مش هتعرف تعمل اللي بعدها. طب ساعدوني اعمل اللي بعدها. مش عايز اقول اسامي عشان ما حدش يزعل، لكن لجأت لكل حاجة زراعية في مصر ممكن تساعدني. زي ما بيقولوا كده، ادي العيش لخبازه. ومع ذلك محدش ساعدني، محدش رضي، بل بالعكس كان بيكسر في مقاديفي، بل بالعكس كان بيهاجمني. لا زرعت، نجحت، كبرت في مصر. لا بتموت بعد 6 شهور. لا بتموت بعد سنة. لا ما بتعيش. لا دي بتموت بعد 3 سنين. لا دي مش. كل ما اعمل خطوة لازم اتهاجم. لازم اتهاجم. دي ما بتتخنش يا جماعة. ادوها الري المناسب والسماد المناسب العادي البسيط جدا هتتخن. لا دي ما بتنموش. الفيديو ده، لا ده ما حدش بيشتري الانتاج. لا انا اول واحد بشتري الانتاج الحمد لله. يعني اول ما حضرتك تنبت، تشتغل، تنمو وتتخن عندك وتوصل قطر 30-40 سنتي، انا بشتريه. انا وناس كتير جدا جدا جدا. مش لوحدي ولا هتحكم فيك. لا 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 لا. وبعد الاسعار ما زادت وبعد الشح وبعد كل الكلام ده، لا دراسة الجدوى بتبقى بالضعف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. احنا شارين من اليوب، شارين من وادي النطرون، شارين من الغربية، شارين من اسيوط. السنة دي 4 محافظات مختلفين عن بعض. أراضي رملية وطينية، بحري وقبلي. أنا بقى بصور الفيديو ده كله مش عشان كل اللي قلته ده. الشجر بعد ما قطعناه وسايبينه يتجفف، اشتريناه من الناس. بسم الله ما شاء الله، بولونيا عربي شغالة وعمالة تنبت. أكتر شجرة مثابرة، ما دام الصنف مناسب ليك. بولونيا عربي 1 و2 و3 هو الوطن العربي، هو الشرق الأوسط. جذوع الشجر متقطعة اهي ومرمية في الأرض. عدى عليها أكتر من شهر دلوقتي شغالة عمالة تنبت، عمالة تطلع العصارة اللي فيها، عمالة تحارب عشان تعيش. مش موجودة في الأرض، مش موجودة في الجدر، مفيش جدر، مش موجودة في التاج. ما عليهاش حاجة خالص تشغلها، ما عندهاش أوراق تعمل تمثيل غذائي وبناء ضوئي، ما فيهاش أي حاجة في أي حاجة. شغالة. الشجرة دي لا تضاف إلى أشجار الشرق الأوسط
الشجرة دي لا تضاف للوطن العربي، امال ايه اللي يضاف؟ شجرة اسمها امبراطورة المنافع البيئية، شجرة متحملة، شجرة هي بتاعت التغيرات المناخية، شجرة بتاعت المستقبل. المستقبل للأسف اللي المناخ فيه بايظ بالبلدي كده، مش نافع. شجرة بتاعت حل سلبيات تآكل طبقة الأوزون، شجرة الباولونيا. أوراق علف، أزهار، عطور، عسل، أخشاب. أنا مصور أخشاب أهو، ومع ذلك خضرة، شكل جمالي. أعلى شجرة في العالم عشان خاطر المناخ، تسحب 10 أضعاف أي شجرة أخرى من ثاني أكسيد الكربون ومن الغازات الكبريتية. أكتر شجرة متحملة، شكلها صعبة وإحنا حليناها، شجرة سهلة. كفاية كده، مع إنتاج أخشاب باولوني عربي من 4 محافظات. إن شاء الله نعملها ألواح كونتر طبقات، ونعملها بلاكاش وألواح وعروق وخشب ومراين، ونصورها لكم مطابخ وأساس. زراعة وصناعة مصرية 100%. مع السلامة.